يا اهلا بيكم في فيلمنا الجديد اللي بعنوان فينيك، واللي بيتكلم عن كائنات اسطوريه حجمها صغير والمفروض انهم موجودين في كل مكان حوالينا واحنا مش شايفينهم. الكائنات دي بتساعد الناس في اللي عايزين يعملوه وبيسهلوا عليهم الدنيا. الكائنات دي اسمها الفينيك، بس طبعا مش كلهم بيساعدوا الناس، علشان في كام واحد منهم غاويين يبوظوا اي حاجه ويلعبوا بيها زي فينيك بطل فيلمنا النهارده، واللي الفيلم متسمي على اسمه. لما بيعرف فينيك ان صاحب البيت اللي عايش فيه خارج وخلاص هيسيب البيت، ما بيصدق طبعا وبيفضل يلعب وياكل ويرمي بواقي الاكل على الارض وبيخرب الدنيا خالص. وبنروح بقى لكريستين واللي مسافره مع اهلها لمدينه اسمها بيرج، وطبعا بيكون متضايقه علشان كل يومين يسافروا مكان جديد، بس بيقول لها ابوها واحنا نعمل ايه بس ما احنا اللي ممثلين مشهورين وكل فتره لازم نروح مدينه جديده نمثل فيها. وبيفضل ابوها يفرجها على الملاهي اللي موجوده في المدينه، وبيقول لها انه هيبقى يلعب معاها هنا علشان ما تحسش بالزهق. وبيوصلوا كلهم اخيرا المسرح اللي هيمثلوا فيه، بس بيكون معاهم ممثل في المشهد اسمه جي بي، وده بقى ضايع مالوش فيها وبيفضل يألف ويقول كلام من دماغه علشان يعجب المخرج، لحد ما بيقول له المخرج ايه القرف اللي انت بتعمله ده، اطلع بره المسرح ومش عايز اشوفك هنا تاني. وطبعا بيزعل جي بي، ولما بيجي يمشي بيتكعبل في سلك وبيوقع الديكور وبيبوظ اللوكيشن كله. وبتمشي كريستين مع ابوها وامها علشان يشوفوا البيت الجديد اللي هيقعدوا فيه، وبنعرف انه البيت اللي فينيك عايش فيه، بس بتقول لهم كريستين انها عايزه تروح تجيب ايس كريم على ما يقعدوا هما في البيت. وبتدخل مكان تجيب منه ايس كريم، وهناك بيشوفها مايك اللي بيكون معجب بيها، وبيروح يفضل يفتح معاها كلام، ولما يلاقيها مش عايزه تكلمه بيقول لها انت عايشه فين علشان شكلك جديده، فبيقول له على بيتها علشان يقول لها ان البيت ده مسكون وكله اشباح. بس كريستين بتقول له ما فيش الكلام ده وده بيت زي الفل. وتاني يوم بيمشي ابوها وامها بدري علشان يحضروا البروفات بتاعتهم، وبيسيبوا كريستين لوحدها. وطبعا فينيك بيفضل مكمل اللي بيعمله، وبيقرر انه يزاول كريستين وبيفضل يولع النور ويطفيه ويفتح باب التلاجة ويقفلها، بس كريستين قلبها بيكون جامد وبتبقى متأكدة ان اكيد في سبب ورا الكلام ده. لما بيحاول فينيك انه يجري عليها بيقع وبيلبس الفوطة من غير ما يقصد علشان تشوف كريستين الفوطة بتتحرك، فبتطلع تجري وراها لحد ما تشد حتة من شعر فينيك، وساعتها بقى بتقدر تشوفه. وطبعا بيكون مرعوب لان البشر المفروض يبقوا مش شايفينهم، وبيحاول انه يخوف كريستين علشان ترجع له شعره تاني، بس بترفض وبتقول له اعلى ما في خيلك اركبه. وفي نص الكلام بيلاقي الباب بيخبط وبيعرف ان دول باقي اصحابه، وبيقول لكريستين اعملي نفسك مش شايفاني علشان ما تحصلش مشكله. وبتسمع من صحابه ان في اجتماع لازم فينيك يحضره، فبتقول له انها لازم تحضر معايا الاجتماع ده، وبتروح فعلا المكان اللي فيه الاجتماع، بس طبعا مش بتكون شايفه اي حد غير فينيك، وكلهم بيكونوا عمالين يقسموا على صاحبهم اللي المفروض انه صاحب جي بي، وبيقولوا له انت غبي زي صاحبك اللي كان هيحرق المكان من كام يوم، بس بيقول لهم الفيني لا ده راجل زي الفل وموهوب، هو بس حظه وحش شويه. وبعد ما الاجتماع بيخلص بترجع كريستين البيت وبتعمل من شعر فينيك اسوره وتلبسها على ايدها علشان تفضل دايما شايفاه وما يقدرش يضحك عليها ويعمل فيها مقالب تاني. وتاني يوم بيوصل مايك البيت علشان يقابل كريستين ويحكي معاها شويه، بس بيشوفوا فينيك اللي بيتضايق وبيجري على كريستين، وهي بتقدم العصير لمايك ويخليها توقع العصير عليه علشان يتضايق مايك ويمشي من المكان. وبتقول له كريستين ده ايه اللي انت بتعمله ده، انت بتغير عليا ولا ايه؟ فبيقول لها انه مش بيحب البشر ولا عايز يعيش معاهم، وبيحكي لها عن البشر اللي عاشوا معاه في البيت ده، وكلهم كانوا ناس غريبه، اللي بيولع نار في البيت واللي مقضيها قص زرع بالماكينه المزعجه. وبسبب كده بيقرر فينيك انه يطارد كل البشر دول ويخوفهم من البيت، وعلشان كده طلعت قصه ان البيت ده فيه عفاريت. وبتهديه كريستين شويه وتقول له تعالى نمشي بره شويه، ولما يطلعوا بيشوف فينيك ماكينه قص الزرع، فبيجري عليها وبيفضل يضرب فيها برجله لحد ما بتشتغل وتاخد معاها كريستين وفينيك وتفضل تقع بيهم على الارض، لحد ما بيقعوا على عربيه نقل ضخمه ماشيه في الشارع واللي بيكون رايحه مصنع قريب من البيوت، والمفروض انها محمله فحم يعني علشان داخل في الصناعه. ولما بيفضل عامل كل الحموله من غير ما يعرف ده ايه، بيطلع ذرة فشار وبيفضل طبعا يعمل فشار بكميات كبيره جدا لدرجه انها بتغرق المدينه كلها. وبتفضل كريستين واقفه بره باب المصنع مش مصدقه اللي بيحصل، لحد ما بتشوف اللي كان سايق العربيه وهو نازل منها علشان يهرب، واللي بيكون فين بس عملاق. وبتطلع كريستين تجري لحد ما توصل لفينيك وبتقول له ان لازم يساعدها علشان يلاقوا الفين اللي عمل كده في المدينه، بس بيقول لها دي مش قصتي، وبعدين ازاي شفتي فين من غير ما يكون شعره على ايدك، اكيد انت شفتي غلط بس. ولما بتلاقيه كريستين مش موافق بتقول له لو ساعدتني نقبض عليه هرجع لك شعرك وتعيش براحتك من غير ما البشر يعرفوا عنك حاجه. وطبعا بيعجبه الموضوع ده وبيقرر انه يساعدها، وبيطلع معاه في الشارع يفضل يلم فشار من على الارض وياكله. وبتقول له كريستين لا ركز علشان نخلص من القضيه ونعرف
العربيه راحت فين، وبيشوف كريستين عربيه شبه اللي شافتها عند المصنع، وبتاخد معاها فينيك وتطلع تجري ورا العربيه بس مش بتلحقها، وبتروح العربيه عند مكتب السكه الحديد وبينزل منها فين خفي، وبيفضل ماشي لحد ما يوصل لمحولات القضبان، وبيخلي قطرين يمشوا على نفس القضيب عكس اتجاه بعض علشان يعملوا حادثه، وطبعا الموظفين اللي هناك بيكونوا قاعدين يلعبوا ومحدش فيهم فاضي للكلام ده. وبره المكتب بيشوف كريستين اللي وصلت متاخر شويه العربيه وهي بتمشي من المكان، فبتاخد فينيك معاها وبتركب قطر علشان يبقى اسرع منهم ويمشي على نفس طريق العربيه، بس برضه مش بيلحقوها علشان بتاخد قضيب تاني. وفي الوقت ده موظفين السكه الحديد بياخدوا بالهم من الكارثه لما يلاقوا الشاشه عماله تدي انذار، فبيكلموا سواق قطر الركاب بسرعه ويقولوا له انه لازم يقف وينزل كل الركاب، وبينزلوا كلهم ويوصل القطر التاني اللي محمل ريش وعربيات علشان يخبط في القطر وكل الريش يقع منه. وفي نفس الوقت بيكون ألفين الشرير ده داخل على أوضة المطاحن وبيضرب كل الحراس اللي فيها وبيخلي المطاحن تلف بعكس الاتجاه علشان تاخد الريش وتعمل بيه عاصفة بتاخد كل اللي في طريقها، بس بتاخد كريستين فينيك معاه في العربية وبتكمل جري بيه، بس الإعصار بيكون جامد وبياخد العربية بتاعتهم وبيفضل يلف بيها لحد ما بتقدر كريستين أخيرا إنها تهرب من الإعصار، وبتلاقي نفسها وصلت قدام مبنى الطواحين، فبتدخل بسرعة وبتلاقي كل الموظفين مربوطين، فبتفكهم وبيجري واحد منهم علشان يغير تركيب الأسلاك ويرجع الطواحين تاني زي ما كانت، وبكده الإعصار بيقف والريش كله بيقع على الأرض تاني، وبتكون كريستين قلقانة على أمها وبتقرر إنها تتصل بيها تشوفها كويسة ولا إيه، بس بتلاقيها في المسرح عمالة تتدرب على البروفا ومش فاضية تكلمها، ولما بتسمع كريستين في الموبايل صوت المخرج بتلاقيه بيقول عن الأحداث اللي بتحصل علشان تفهم إن اللي كل اللي بيحصل ده مكتوب في المسرحية اللي أمها بتمثل فيها. بتقول لفينيك إحنا لازم نروح بسرعة للمسرح ده علشان نشوف المخرج كاتب إيه اللي هيحصل بعد الريش ونبقى جاهزين. بيوصل الاتنين قدام المسرح وبيدخلوا من الشباك اللي هناك، وبتفضل كريستين تدور على الورق لحد ما تلاقيه وبتقراه علشان تعرف إن الخطة اللي جاية إن عجلة ضخمة تدمر البيوت، بس بتقول حلو قوي مفيش عجل ضخم أصلا، بس بيقول لها فينيك بص كده من الشباك علشان تشوف عجلة الملاهي الضخمة وتعرف إن هي اللي عليها الدور، بس قبل ما تلحق تعمل أي حاجة بتلاقي المخرج وصل وهيفتح الباب، فبتنط بسرعة من الشباك قبل ما تتمسك. لما بتنزل هي وفينيك بيلاقوا العربية بتاعت الشرير واقفة، فبتفتحها كريستين وبتفضل تدور على أي حاجة في شنطتها لحد ما تلاقيها بتتحرك بيها وهي مش عارفة رايحة على فين، لحد ما بتقف العربية وبتتفتح الشنطة، وبتتصدم كريستين لما تعرف إن دي عربية جي بي اللي بيقول لها أنت مين وإيه اللي جابك هنا، فبتقول له كريستين إنها كانت بتدور على حاجة ووقعت هنا بالغلط، فبيقول لها جي بي خلاص انت تقعدي معايا شويه في البيت علشان ترتاحي من المشوار بعد كده ارجعك تاني. لما يدخل الاتنين بيت جي بي بتقول له كريستين على قصه ألفين وانهم موجودين في كل مكان، وهي شخصيا تعرف واحد منهم اسمه فينيك علشان لابسه اسوره من شعره على ايديها، وهنا بقى بيشمر جي بي ايده بيقول لها وانا كمان اعرف واحد وبيكون لابس اسوره من شعر مافن الفيني بتاعه، وبيقول لها انه بقى بيكره البشر وبيحب مافن ده اكتر منهم لان البشر كلهم شايفينه اقل منهم مش بيعرف يمثل، على الرغم ان مافن شايف انه ممثل جامد وعايز فرصه بس، وانه من يوم ما لقاه وهو وصاحبه وبيحكي لها انه زهق من البشر وان هو اللي بيقرا سكريبت المسرحيه وبينفذه علشان يدمر المدينه زي ما دمرته، وبيعمل كده من غير ما حد يشوفه لانه خاطف شويه فينيز واخد منهم كل الشعر وعامل منه بدله علشان ما حدش يقدر يشوفه. وفي الوقت ده بيوصل فينيك اللي بيقول لجي بي ولا حركه ولو قربت من كريستين انا هزعلك، فبيضربوا جي بي وبيحبسه وبيقول له انا عايزك بعد كده تبقى تعمل نفسك شبح واروح اخلص موضوع العجله اللي في الملاهي ده وارجع اخد شعرك انت كمان علشان يلزم. لما بتحاول كريستين انها تعمل اي حاجه بيربطها هي كمان وبياخد مافن معاه ويلبس بدله الشعر الفينيز وبيمشي، وبيحط فينيج معاه في الشنطه علشان هيحتاجه. وفي العربيه بيقول مافن لجيبي ما بلاش جو العجله ده بدل ما نأذي حد، ولا انت شايف ايه؟ فبيقول له جيبي لا البشر دول لازم يدوقوا اللي كانوا بيعملوه معايا، فبيقول له مافن طب البشر علموا عليه، الفينز اللي عايشين في البيوت ذنبهم ايه؟ لما بيلاقيه جيبي مش عايز يسكت بيقول له انا اصلا زهقت منك ومش عايزك تساعدني تاني، وبيحلق شعره كله وبيرميه على فينيك، وبيروح على صندوق العربيه لفينيك هو كمان علشان يحلق الشعر، بس فينيك بيفضل يدافع عن نفسه لحد ما يضرب جي بي برجله يرميه بره العربيه، وبعدها بقى بيقرر جي بي انه مش عايز يضيع الوقت عليهم وبيفك الصندوق عن العربيه وبيولع نار في الصندوق علشان يحرق فينيك ومافن وبيسيبهم ويروح هو على مدينه الملاهي، بس طبعا بيفضل فينيك يحاول يهرب
بيهرب لحد ما بيلاقي صندوق تقيل فبياخده وبيكسر بيه الازاز، وبيهرب مافن وبيقول له اطلع انت وساعدني علشان اهرب من هنا. بس مافن لما بيطلع بيفضل يخرف وبيطلع يجري وبيسيب فينيك لوحده في نص النار، وبيفضل فينيك يخبط في باب العربيه لحد ما بتتحرك وبتنزل بسرعه من فوق منحدر لحد ما تخبط في شجره موجوده في نص الطريق علشان يتفتح الباب، وبيقع فينيك بره الصندوق ويهرب من الحريق. وفي الوقت ده بتفضل كريستين تحاول انها تفك نفسها لحد ما بتنجح اخيرا، وبتروح بسرعه على المكان اللي جي بي خاطف فيه الفينيس، واللي اكتر حاجه بيحبوها في حياتهم الايس كريم. فبتجيب ايس كريم قدامهم لحد ما تخليهم يكسروا القفص اللي كانوا محبوسين فيه ويطلعوا من المكان، وبتروح وراهم كريستين المكان اللي بيعملوا فيه الاجتماع بتاعهم، وبتفضل تقول لهم انا مش شايف حد وعارفه ان اللي يشوف وبتفضل تقول لهم انا مش شايفه حد وعارفه ان اللي يشوفني هيقول عليا مجنونه، بس انا عارفه كل حاجه عن الفينيس، وكل اللي انا عايزاه اننا ننقذ المدينه وننقذ صاحبي فينيك. وهنا بقى بيظهر قائد الفينيس بعد ما يلبسها اسوره من شعره، وبيقول لها انهم مستعدين يروحوا معاها وينفذوا اللي هي عايزاه. وبتطلع كريستين تجري مع كل الفينيس لحد ما يوصلوا مدينه الملاهي اللي بيكون جي بي كمان عرف يدخلها، وبيطلع جي بي على العجله وبيطلع شويه متفجرات علشان يفجر بيها العجله ويطلعها من الملاهي، بس بيوصل برضه فينيك وبيطلع وراه وبيفضل يضرب الاتنين في بعض لحد ما بيرمي جي بي فينيك من على العجله، وبيمسك فينيك في سلك كهرباء وبيطلع تاني لجي بي علشان ياخد منه الولاعه ويحرق البدله المعموله من شعر الفينيس علشان كل اللي في الملاهي يشوفوا جي بي وهو واقف ومعاه متفجرات. وبتنفجر العجله فعلا، بس فينيك مش بيحصل له حاجه، وبيلاقي العجله طلعت من مسارها وهتدمر المدينه، فبيفضل ماسك فيها علشان يحاول يعطلها شويه. وبيشوفوا كريستين وكل الفينيس اللي معاه فبيجروا معاه على العجله، والباقي بيفضل واقف على الارض علشان يحاول انه يعطل العجله ويحط شويه حاجات قدامها. ولما بتوصل العجله عند المسرح بيجري ابو وام كريستين معاها علشان يساعدوها، وبيقول لها ابوها مش قلت لك هنبقى نلعب في الملاهي مع بعض اي خدمه. وبعدها بقى بيقدروا كلهم يساعدوا بعض لحد ما يوصلوا العجله للنهر علشان تقع هناك من غير ما تعمل اي ضرر للمدينه. وطبعا بتوصل الشرطه علشان تقبض على جي بي اللي بقى كله شايفه بعد ما شعر الفينيس اتحرق من عليه. وبتروح كريستين لفينيك وتقول له خد الشعر زي ما وعدتك علشان ما نشوفش بعض تاني، بس بيقول لها فينيك انا عملت اسوره احلى من دي، وبيديها اسوره جديده علشان يفضل الاتنين شايفين بعض طول الوقت. وبعد اللي ابوها وامها عملوه مع العجله بيتشهروا وبيعملوا مسلسل مشهور يخليهم اغنياء باقي عمرهم. وبيروحوا بيت جديد وبتاخد كريستين معاها فينيك علشان يعيشوا كلهم وهم مبسوطين. وبس كده بيخلص فيلمنا، اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا. ما تبخلش عننا بلايك، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول. واشوفكم على خير ومع السلامه.